تعالي أقولك ليه مهم نحمص البهارات وإزاي هنحمصها. الحرارة أثناء تحميص البهارات بتخلي البهار يطلع الرطوبة منه، وده اللي بيخليه يقعد معاكي فترة أطول. كمان التحميص بيخلي طحنها بيكون أسهل بعد كده وبتكون أنعم معاكي. زائد ان التحميص بيخرج الزيوت العطرية الموجودة فيها، وده بيبرز نكهات ما بتقدريش تحسيها لو البهار ده مش متحمص. الكلام ده بينطبق اكتر على البهارات الحبة الكاملة زي الكزبرة والكمون والفلفل الاسود والقرنفل والقرفة جوز الطيب، وما ينطبقش ابدا على الخضار زي البقدونس او الكزبرة او الشبت المجفف، وده لانهم بالتحميص ممكن يتحرقوا معاكي بسهولة وتفقدي كمان نكهتهم. طيب دلوقتي هنحمصها ازاي؟ زي ما انتي شفتي كده في طاسة الاول على النار، وهتكون النار دي هادية الى متوسطة. بنضيف البهار وبنفضل نقلب فيه باستمرار عشان ما يتحرقش ويتحمص بالتساوي. واول ما بنشم ريحة البهار تطلع يكون كده خلاص هو جاهز عشان نشيله. بنشيله وبنحطه في طبق تاني عشان نوقف عملية التحميص، وفي نفس الوقت بنسيبه عشان يبرد تماما قبل ما نطحنه. وبعد الطحن هتشمي ريحة البهارات بنفسك، وهتلاحظي الفرق في الطعم كمان وانت بتعملي الأكل. جربي وتعالي قوليلي رأيك في كومنت. أنا سارة هلال، لو استفدتي من الفيديو ده ما تنسيش تدعميني بلايك وفولو وتسيبيلي كومنت حلو، وتزوري الأكاونت بتاعي فيه وصفات إن شاء الله هتعجبك. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.